السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفراخ في الفرن، الفراخ ببطاطس في الفرن. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، واي واحده تعرف تعملها باسهل طريقه واسهل المكونات. ويلا بينا نبتديها بقى ونعملها. بس اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، اللي هي علامه الاشتراك بتكون موجوده لونها احمر تحت الفيديو، وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه جديده انا بنزلها اول باول كده، يوصلكوا الحاجه اللي انا بنزلها ان شاء الله. ويا ريت ما تنسونيش بقى وتعملوا لي لايكات وكومنتات كتير. اول حاجه احنا هنعملها ان احنا نغسل الفراخ كويس جدا، نغسلها بالميه كويس كده وننضفها علشان ما يبقاش فيها زفاره. وبعد كده هنحطها في الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، وهنحطها نرصها جنب بعض كده بالترتيب كده. واهم حاجه يعني نرصها كويس علشان ما تتبهدلش معانا وما تتقطعش. بعد كده هنبشر بصلتين او 3 بصلات على حسب الحجم بتاع البصل. دول بصلتين وسط، هنبشرهم كده في المبشره. وبعد كده هنحطهم في كل الفراغات بتاعه الفراخ اللي ما بين الفراخ دي، هنحط كلها في البصل. بعد كده هنعمل عصير طماطم، نعمل كميه كده مناسبه ليهم يعني تكفيهم. هنحط برضو عصير الطماطم كده. لا، هنخلط الطماطم في الخلاط يا جماعه، مش في المبشره، مش في المبشره ولا في الكبه. اهم حاجه الطماطم تكون في الخلاط، يكون عصير طماطم كده. ونحطهم بقى، ونحط العصير الطماطم على الفراخ، على الفراخ كلها بقى في الفراغات وفوق الفراخ كمان. وبعد كده هنحط عليهم فلفل اسود، معلقه فلفل اسود، معلقه الا ربع فلفل اسود، ونص معلقه كمون، ومعلقه برضو او معلقه الا ربع ملح على حسب التوازن بتاعكم، وعلى حسب انتوا بتحبوها حادقه ولا حلوه على حسب يعني رايكم. وبعد كده هناخد المخليط اللي احنا عملناه ده كله، هنحطوه على البوتاجاز من فوق، على عين البوتاجاز من فوق كده. نسيبوه بتاع 5 دقايق كده من غير اي حاجه كده، يغلي شويه، يغلي كده، ونسيبوه بقى يعني ياخد الاول غلوة بسيطة على فوق. وبعد كده هتدخله الفرن، بس الاول يغلي شوية، اللي هو حاجة بسيطة كده يا دوبك تدبله كده بس. ونقلب بقى كده، نقلب واحدة واحدة علشان الفراخ ما تتهريش مننا وما تتقطعش. هنقلب واحدة واحدة اهو، نقلبها كلها على الناحية التانية. بصوا اللون اللي خدته الاصفر ده كده لون التتبيل، يعني هي اتدبلت كده شوية، يعني ما حصلهاش حاجة، ان هي اتدبلت بس كده. هنقلبها على الناحية التانية، وبعد كده هنسيبها برضو كمان 3 دقايق تاني. بس بقى نستنى لما تاخد غلوتها كده. يلا يا جماعة اللي ما اشتركوش في القناة يا ريت تشتركولي والنبي، وتفعلوا لي زر الجرس، وتكتبوا لي كومنتات كتير علشان قناتنا تكبر ونكون احسن عيلة بيكم ان شاء الله. بصوا اهم حاجة ان احنا بنروح على الفراخ علشان الفراخ ما تتهراش مننا، تبقى واحدة واحدة كده عشان ما تتهراش مننا. وبعد كده هنقطع البطاطس، هنقطعها طرنشات او شرايح او او دواير، اي حاجه احنا عايزينها نقطعها فيها هنقطعها. وبعد كده الشكل اللي احنا عايزينه يعني كده. وبعد ما نقطعها نحطها في البطاطس، كل ده وهي فوق على البوتاجاز زي ما هي. هنقطع البطاطس اللي احنا عايزينها وهنحطها كده في كل الفراغات دي. الفراخ يا جماعه بعد ما دبلت كده بسيطه على النار من فوق، ان هي كشت شويه او وسعت مسافه شويه في الصينيه، فالمسافه دي اللي وسعت بقى ان احنا نحط فيها البطاطس. بس هي الفراخ بالبطاطس كده بتبقى طعمها جميل قوي، بتاخد طعم البطاطس، بتاخد طعم الفراخ كده، تحس ان انت بتاكلي فراخ. يعني البطاطس تحسيها اللي هي بتبقى فراخ لما تتحط مع الفراخ. بعد ما خدت الغلوه بتاعتها فوق كده على النار، هناخد البطاطس بالفراخ الصينيه كلنا اللي عملناها، هندخلها جوه الفرن، وهنسيبها بقى جوه الفرن. هتبقى تقعد كده قعدة ربع ساعة اهو. وبعد كده طلعتها بصت عليها، قلت لا تستنى شوية، بس سبتها شوية. وبعد كده بقى نعمل حاجة تانية جنبها على ما هي تغلي شوية على ما هي تستوى شوية في الفرن. ان احنا هنحط كزبرة وكام وتوم
كام فص توم كده نحطهم معانا، وهنخلطهم في الخلاط او في الكبه، اي حاجه انتوا عندكم واللي انتوا عايزينه اعملوه يعني براحتكم جدا. اهم حاجه الحاجه تبقى مخلوطه كده ببعضها ومتجانسه، ونحاول بقى وبعد كده نحطها على جوه صينيه البطاطس، ونحاول واحنا بنحطها جوه الصينيه ان احنا نحط الخليط دوت في كله، يعني عشان كله ياخد نفس الطعم كده، وكله يشرب من التومه والكزبره اللي احنا حاطينهم اهو. بصوا، وخدت كده تحسها خدت لون اخضر كده بسيط. ده بقى يا جماعه بيديها طعم حلو قوي، اللي هي التركيه اللي انا عملتها دلوقتي دي، اللي هي الكزبره بالثوم، بتديها طعم تحفه. يعني انا اصلا بحبها علشان التركيه دي يعني بتغير طعمها تماما، بتخليه طعم بقى ايه احلى واحلى يعني. الاول انا كنت لما باجي بعملها كنت بعملها من غير التركيه البسيطه ديت، اللي هي الكزبره والثوم. مش بعملها يعني، كنت بعملها بقف لحد الخطوه دي وبدخلها الفرن وخلاص. بس وبتطلع برضو، كانت برضو بتبقى حلوه، بس انا ايه حبيت ان انا قلت اجربها كده بالتركيه ديت. رحت جربتها طلعت معايا جميله قوي وحبيتها يعني، وبقيت مش بعملها غير بالتركيه اللي انا بعملها دلوقتي كده. بس وبعد كده يا جماعه، بعد ما عملنا الكزبره والحاجه دخلناها فوق على الشوايه، وهنسيبها بتاع تلت ساعة كده او ربع ساعة تاني على الشواية. بصوا طلعت بقى تجنن ازاي، بصوا اتحمرت كده من فوق، بقت جميلة قوي، بقى تحسها كده مشوية، بتبقى طعمها تحفة. بس كده احنا كده خلصنا الفيديو، وهو بقت جميلة جدا وطعمها كان تحفة يا جماعة بجد. عايزاكم تجربوها، ويلا مع السلامة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتكتبوا لي كومنتات كتير اي حاجة عايزينها. مع السلامة.